السلام عليكم ورحمة الله أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم جميعا على قناتكم قناة فوت كافي ديزاد، قناة الكرة الجزائرية وأخبار المنتخب الوطني واللاعبين الجزائريين. بداية ما تنساوش الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نلتقيو اليوم باش نتكلموا عن بوقرة، عن التكتيك اللي يلعب به وعن مباريات الخطر بصفة عامة، وراح نركزوا عن مباراة كوت ديفوار لأنه خرج الكثير. واحد يقول لك وين راه التكتيك اللي يلعب به بوقرة، واحد يقول لك منتخب من دون روح، واحد يقول لك فوز بهدف مقابل 0 فقط. يا سيدي معليش، اليوم راح نعطيكم نبضات ولمحات من تكتيك بوقرة أنا اللي نشوفه مقارنة باللاعبين اللي ما يخدموش تكتيكيا في البطوله. انا نقول بانه قام بعمل جبار وجبار جدا، وانا نشوف انه بوقرة في طريقه لتحقيق المعجزه، لانه فوزك المباراة أمام منتخبات عندها لاعبين يلعبوا في أكاديميات تمولهم الأندية الإفريقية الأوروبية، لأنه كثير من الناس ما يعرفش بأنه الميلان عندها أكاديميات في مختلف المدارس الأوروبية الإفريقية أو الأندية الإفريقية. نفس الشيء ليون، مارسيل، تشيلسي، الأندية الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، الإيطالية. هذه الأندية عندها مراكز تكوين في الدول الإفريقية، وبالتالي لما تشوف الآن لاعبين في فرنسا، اللاعبين هذو اللي يلعبوا مع فرنسا الأفارقة، منهم اللي نجحوا مع منتخب فرنسي، منهم اللي ما نجحوش، ولكن تلقاهم يلعبوا في أندية أوروبية أخرى. هذو ماشي كامل زايدين في فرنسا، بل الكثير منهم المدارس الفرنسية وحتى الإنجليزية تجيبهم من إفريقيا وهم صغار في هذه المدارس وتروح تديهم يلعبوا. إذن لو نجي نشوف التكوين في الجزائر بعيد كل البعد عن التكوين في البطولات الإفريقية، وبالتالي ما نقولوش بأنه حنا رانا أفضل من إفريقيا، وحتى البطولة نتاعنا راهي ضعيفة جدا ولا يمكن مقارنتها بالبطولات الإفريقية بطبيعة الحال. الآن لما بوقرة يعمل مع هذا المنتخب ويدير تكتيك، لأنه هناك رسم تكتيكي وهناك التطبيق، هناك الفكر، هناك الطريقة اللي يحب يلعب بها المدرب، وهناك تطبيق هذه الأفكار وتجسيدها على أرضية الملعب. أولا احنا ما راناش نتكلموا على نادي باش المدرب يعمل مع اللاعبين كل يوم، وكذلك رانا نتكلموا عن منتخب لاعبين من بطولة ما عندهمش تكتيك، وبالتالي تطبيق ولو 30% من هذه الأفكار يعني أنا نعتبرها نجاح وإعجاز من طرف المدرب بوقرة. خلونا اليوم نتكلم عن الفكرة وعن التغيير، لأنه يوم أمس قلنا بأنه بوقرة أخطأ ما أخطأ، لكن لما دققت أنا عاود شفت المباراة 1 و2 أنا أقول أنه بوقرة كان ذكي وذكي جدا. وهنا تعرف المدرب التفكير نتاعو ماهوش كيما التفكير المشاهد البسيط، وإنما تفكير مدرب محترم. تعرفوا بأنه بوقرة المساعد نتاعو هو مطمور، مصباح، وكذلك بن حمو، يعني لاعبين لعبوا في المدارس الأوروبية أو حتى أنهم تكونوا في أوروبا وحصلوا على دبلوماتهم التدريبية يعني من أوروبا بطبيعة الحال. لو نجي نتكلم عن التغيير، لأنه الفكر نتاع بوقرة تكلمنا يوم أمس قلنا بأنه يعتمد على الأطراف. كيفاش يعتمد على الأطراف؟ هو أنه ما يعتمدش على العمق بدرجة كبيرة، وكذلك ما يعتمدش على الدفاع المسطح تحت 4 لاعبين، وإنما يعتمد على الدفاع ب3 لاعبين، وكذلك يعتمد على الأطراف. راح نتكلم لكم كيفاش رجع المنتخب الوطني يلعب بعد طرد يعني الحارس قندوز وتعويضه يعني بحارس شعال واخراج قندوسي. هذا قندوسي يعني غير الكثير من الامر. ولماذا بوقرة خرج قندوسي وما خرجش مدافع؟ البعض يقول بانه بوقرة كان يلعب ب5 مدافعين، وعلاش راح يخرج لاعب من الوسط وما خرجش مدافع؟ الان هنا تعرفوا بانه بوقرة مؤمن بالفكره نتاعو، وهي الخطه 3-5-2. انا اللي نعتبرها 3-5-2، ومن الخطا اني نقول بانها 5-3-2، وبالتالي كمل بها ونجح بها. خطه 3-5-2 البعض يعتبرها 5-3-2، يعتبرها خطه دفاعيه، لكن لما تشوفوا توزيع الهجمات كما راكم تشوفوا في الصوره هذه وريتها لكم يوم امس في التحليل تاع المباراه، نشوفوا بانه 45% الكره كانت في وسط الميدان و30% كانت في منطقه المنتخب الإيفواري. هنا تعرفوا بأنه الكرة إما كانت في الوسط وإما كانت في يعني منطقة كوت ديفوار، وحتى أنه السيطرة كانت لصالح المنتخب الجزائري 60 أو 64-36. هنا نعرف بأنه وسط المنتخب الجزائري هو اللي سيطر على اللقاء، لأنه الأرقام ما تكذبش أعزائي المشاهدين. إذن بوقرة لم يلعب بطريقة دفاعية كما يعتقد البعض، والأرقام توضح ذلك. الكرة كانت في الوسط تقريبا نصف وقت المباراة كانت في الوسط، والاستحواذ كان الجزائر، يعني السيطرة كانت جزائرية والتحكم في خط الوسط كان جزائري. تقول لي أن الجزائر لعبت بخطة دفاعية. الأرقام راكم تشوفوا بأنه المنتخب الإيفواري كان عنده تسديدتين فقط على مرمى المنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري كانت عنده 14 تسديدة من داخل منطقة الجزاء. إذا اللي يقول بأنه الخطة دفاعية ما راهيش دفاعية. وحتى أنه بوقرة لما خرج قندوسي ودخل حارس مرمى
قاد الخطه ماهيش دفاعيه. البعض يقول لك العب ب 5-2-2. يا اخي لازم تعرفوا كره قدم مليح وتتبعوا كره قدم مليح. ما هي طريقة بوغرة في اللعب؟ بوغرة يعتمد على الأطراف أو على الظهيرين اللي هما لاعبي رواق بدرجة كبيرة جدا. يعتمد على سحب ظهيري المنتخبات الخصم كما الكوت ديفوار، يعتمد على يعني سحب الاطراف نتاعهم ولا سحب الاظهره نتاعهم. كيفاش يسحب الاظهره نتاعهم؟ يلعب بلاعبين في الهجوم، محيوس وكذلك مزيان اللي يوم امس كان بعيد كل البعد. مزيان يوم امس لو كان مليح المنتخب الجزائري كان يفوز بسهوله، لكن رغم انه مزيان كان سيء جدا، لا رغم ذلك الجزائر قامت بهجمات. لازم تعرفوا بأن الجزائر في هجماتها تعتمد في الشق الهجومي على شكون؟ على محيوس وعلى مزيان. في بداية الهجمة يكونوا خارج منطقة 18، لما تجي الهجمة في وسط الميدان يدخل كل من محيوس ويدخل كل من مزيان يطلب الكرة في العمق. هذه حركة بعض يقول لك هذا لعب عشوائي، موش عشوائي، وإنما الهدف منه هو تركيز اللاعب في العمق وسحب ظاهري المنتخب الايفواري. وبعد ذلك واش نشوفوا صعود الاطراف بالخيثر وكذلك اللاعب العوافي يصعدوا ويكونوا في يعني يلعبوا دور المهاجمين ولا دور الجناحين. وهنا نشوفوا تفوق عددي لصالح المنتخب الجزائري في منطقه جزاء المنتخب الايفواري، وما نحسوش بالنقص، لانه لما يكون عندك محيوس ويكون عندك كذلك اللاعب مزيان ويزيد ينضم اليهم، مره ينضم مدراوي، حتى مدراوي نشوفه يروح الى الطرف، كذلك ينضم مريزيك، وحتى في بعض الاحيان كان بالعيد ينضم الى وسط يعني الهجوم تاع المنتخب الجزائري، ونشوف هنا تفوق عددي. اذا هي الفكره وهو التطبيق تاع الفكره. الان بوغرة تخيلوا لو قام باخراج لاعب يعني لاعب ثالث في الدفاع، يروح يلعب ب4 لاعبين في الدفاع. لما يلعب ب4 لاعبين في الدفاع واش معناتها؟ يعني يلعب بدفاع مسطح، يعني الظاهرين ما يصعدوش كثير. وهنا الان تتوقف الخطه تاع بوغرة والفكره تاع بوغرة في اللقاء، وهنا على بوغرة انه يغير كل تكتيك المباراه. هنا انا نتحي الى بوغرة، مطمور، مصباح، برافو عليكم. انا الان ننتحي لكم لانكم ثقتوا في الفكره نتاعكم والفكره نتاعكم. لانه الطرد وين الخطر نتاعو؟ الطرد الخطر نتاعو لما المدرب يغير افكاره ويخرج من المباراه. هناك صنفين، مدرب ما يعرف ولا شيء يقعد يتبع فقط لانه يخاف، لانه ما يعرفش هذا واحد ولما يكون طرد. ومدرب اخر لا، مدرب اخر يروح يزبلها، يبدل كل الافكار نتاعو ويدير تغيير، ممكن يخرج مدافع ويدخل. المهم بوغرة واش دار؟ الفكره الرئيسيه الاعتماد على ظاهرين رواقين يلعبوا في الهجوم ويلعبوا في الدفاع، وبالتالي حافظ على الفكره، قام بالتغيير دون المساس بالفكره. خط الوسط اللي كان فيه بعض المشكل خاصه خلف مريزيك، لانه مريزيك كان عنده مساحات كبيره جدا. هذا الشيء شفته اثر كثير. بالعيد كان يصعد فيه لما يكون المنتخب الجزائري في الوضع الهجومي، كنا نشوفه بالعيد يصعد الى وسط الميدان، يبقى كل من عبد اللاوي اللي يوم امس اخطاء كارثيه، لكن لاعب من البطوله يدير بهذه الاخطاء طبيعي جدا عادي جدا ما تخلعنيش. يعني عندك عبد اللاوي وعندك كذلك كداد يبقاو في ظهر اللاعب بالعيد، وكذلك مريزيك يبقى يعني يصعد نوعا ما. مريزيك لما كان يصعد كان هناك فراغ بين بالعيد ومريزيك. هنا لازم كل من مصباح، مطمور وبوغرة ينتبهون لهذا الشكل بامر يعني شكل كبير جدا، لانه المنتخب النيجيري فقط الان انهى مباراته ب2-0، سريع جدا في الهجمات المرتده، وممكن يلعب لك بين هذين الخطين الوسط والدفاع. لازم نكونوا حريصين، لكن متاكد انه لما نكونوا ب 11 لاعب ما تكونش هذه الثغرات. الان كذلك نتكلم عن اللاعب دراوي. هنا برافو على دراوي. هنا نرفع التحيه الى بوغرة لانه استطاع ان يوظف اللاعب بدورين. هذا يعني امر صعب جدا. اللاعب في البطوله يعني في الدوري الجزائري تجي تعطي له دورين مركبين. اليوم شفنا اليوم امس شفنا دراوي كلاعب محور ولاعب صانع اللعب، كان هو لاعب دور قندوسي وكذلك قام بلعب محور، وهذا شيء جيد جدا بالنسبه للاعب محلي. اذا برافو بوغرة، تكتيكيا كان رائع جدا. لما نتكلم عن التكتيك نلقى واش نتكلم عن التكتيك، لما يكون منتخب في تكتيك نلقى واش نتكلم عن التكتيك. والصوره امامكم والمباراه امامكم، روحوا شاهدوها روية وشوفوها بهدوء وشوفوا الهجمات والافكار الهجوميه. لكن كما قلت التطبيق الفكره موجوده، لكن التجسيد للاسف موش 100%، ممكن 30-40%، وهذا راجع الى جوده اللاعبين. كذلك تعامل بوغرة مع اوقات المباراه تعامل مميز جدا، خاصه بعد طرد قندوزي. كان تعامل نقول بانه اليوم امس قلت اخطا لا، لكن لما عاود شفت المباراه قول بوغرة تعامل بشكل رائع جدا، واستطاع ان يبعد الضغط والخطر عن مناطقه. وراني اعطيتكم النسب في بدايه
المباراة. برافو بوغرة، ان شاء الله على الطريق الى التتويج. هذا راح يعتبر انجاز كبير وكبير جدا، رغم الناس اللي ماهيش حابه ويقول لك بوغرة مش يؤدي، لكن قلت كونوا رجال وتكلموا على كل المنتخبات بهذه الطريقة اذا كنتم شجعان. شكرا لكم احبتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.